حادثة واحدة قادرة تلف بيك الدنيا وتغير كل اللي كنت مصدقه. يا ترى ايه الأسرار اللي مستخبية ورا الوشوش؟ وهل ممكن الإنسان يتخدع في نفسه؟ يعني تصحى في يوم تكتشف إن الوش اللي في المراية ده مش انت، وإن جواك شخص تاني خالص بأسرار مرعبة ما كنتش تتوقعها. وعشان نعرف أبعاد شخصيتنا النهاردة حضروا مشروبكم الحلو ويلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع بطلتنا إي يونج، واللي بتكون غطاسة محترفة لكنها بتتعرض لحادث مروع بتدخل بسببه المستشفى. وبنرجع بالزمن قبل الحادثة وبنشوف إي يونج مع صديقتها المقربة سوجين، وبيكونوا بيتمرنوا على الشقلبة للغطس. وبنشوف سوجين وهي بتتكلم مع إي يونج عن التصفيات، وبتقولها إن شكلها كده مش هتقدر تنضم للمنتخب الوطني. وبتكمل كلامها إن المدرب مصر على إنها لازم تعتزل لو نتيجتها كانت سيئة، لكن إي يونج بتطمنها وبتقولها إنها اتمرنت كويس وكمان هي هتساعدها. فبتتعلق سوجين في الحبال وبتعمل نفسها اتأذت، فبتجري عليها إي يونج عشان تشوفها، لكن بيتضح إنها بتهزر معاها. فإي يونج مش بتفوت الفرصة وبتردلها الهزار. وبعد كام يوم في مسابقة الغطس إي يونج بتأدي غطستها بشكل احترافي والكل بيشكر فيها، وكمان بتاخد أعلى تقييمات من لجنة التحكيم وفعلا بتفوز بالمركز الأول. لكن على الجانب الآخر سوجين مش بتقدر تحصل على أي مركز، وبتمشي وهي حاسة بخيبة أمل، وإي يونج بتكون مراقباها وحاسة بالحزن عليها. وبعد شوية بتروح إي يونج وراها لكن بتخبي الميدالية الذهبية عشان صاحبتها ما تزعلش. ولما سوجين بتشوفها بتقولها إنها قررت تعتزل، لكن إي يونج بتكون عارفة إن المدرب هو اللي طلب منها كده، وبتقترح عليها يبدلوا الفرق. وبعد شوية بتروح تتكلم مع المدرب وبتقوله إنها هتكون في فريق مع سوجين، وده عشان تساعدها على إنها تتدرب أحسن. لكن المدرب بيقولها إن مستوى سوجين مش زيها وهتخليها أسوأ، وإنها مش هتقدر تتمرن كويس للغطس المنفرد. لكنها بتصر على رأيها وبتكتب أسمائهم مع بعض في الفريق، وبتقوله كمان إنها مش هتتخلى عن سوجين مهما حصل. وبعد كده بنرجع فلاش باك لما سوجين وإي يونج اتقابلوا، وبنشوف سوجين خايفة تنط، لكن إي يونج بتطمنها وبتقولها إنها هتساعدها وتدربها. وبعد شوية في شقتهم بتروح إي يونج وتوري لسوجين إزاي الجديد بتاع فريقهم، وبتشجعها إنهم يحاولوا مع بعض لآخر مرة. وتاني يوم في المسبح بتبدأ الصديقتين في التدريب، وسوجين بيكون باين عليها التردد، وطول ما هي طالعة على السلم بتردد خطوات قفزتها. لكن لما بيجي الوقت للقفز إي يونج بتنط زي ما هو متخطط له، لكن سوجين بتقف متسمرة في مكانها. وفي غرفة تغيير الملابس إي يونج بتكون مع تشوآ اللي بتقولها إن سوجين بتضيع لها وقتها، وإن رئيس الاتحاد هيكون موجود الأسبوع الجاي وهو اللي هيقرر إذا كانوا هيشاركوا في مسابقة الغطس المتزامن، لأن الاتحاد عايز إي يونج تركز على الفردي أكتر. وبالليل في شقتهم سوجين بتكون اتأخرت ومش بترد على التليفون، فإي يونج بتقلق عليها. لكن بعد شوية بتدخل سوجين ومعاها حوض سمك وبتحط فيه قنديلين بحر، وبيكون واحد عادي وواحد مرقط. وبتقول لإي يونج إن المرقط شبهها لأنه مميز، بينما العادي فبيمثل سوجين. لكن إي يونج بتقولها ما تشغلش بالها بالاتحاد وإنها هتتصرف معاهم، فسوجين بتقولها مش مهم، وكمان بتأكد إنها مش هتكون مثيرة للشفقة تاني. بينما إي يونج بتبصلها باستغراب وهي مش فاهمة حاجة. وتاني يوم لما بيروحوا التمرين بتأدي سوجين القفزة بطريقة محترفة وكأنها اتبدلت ومش هي نفسها اللي كانت خايفة من يومين. فالكل بينبهر بأدائها، وبتبدأ تنتشر إشاعات عن أسطورة بتقول إن في سباحة ماهرة انتحرت بسبب المنشطات، وكل اللي قابلها مستواها اتحسن، وإن سوجين قابلتها علشان كده مستواها اتحسن فجأة. وبالليل بيكونوا قاعدين على السطح وبيتأملوا السما، وبعدها بيقرروا يخرجوا شوية بالعربية. لكن إي يونج بتكون مش في وعيها وبتحصل مشادة بينهم بتأدي لفقدان سوجين السيطرة على العربية، فبتنحرف بيهم وبتقع من فوق الجبل في البحر. وبتنتشر أخبار بأن إي يونج في المستشفى وفقد الوعي لمدة 5 أيام. ولما بتفوق بيجيلها المدرب يقول لها إن الدكتور قال إنها كويسة لكن ممكن تعاني من الصدمة. وبتكون إي يونج فاقدة الذاكرة عن كل أحداث الحادثة وإزاي حصلت، وبتبدأ تسأل عن سوجين
لأنها ما اتصلتش بيها، فبيقولها إن سوجين كانت معاها في الحادثة وإنها مفقودة. وبعد شوية بيروح المحققين لإي يونج وبيبدأوا يسألوها إذا كانت سوجين كانت بتعرف تسوق ولا دي أول مرة ليها، لكنها بتأكد إن سوجين بتسوق عادي جدا. فبيسألوها تاني إذا كانت سوجين في وعيها أو كانت سكرانة، لكنها بتأكد إن سوجين مش بتشرب أصلا. ولما بيمشي المحققين بتمسك إي يونج محفظتها وبتتأمل صورتها مع سوجين بالرغم من إن المية محت ملامحهم. وبالليل في غرفة المستشفى إي يونج بتكون نايمة ومش حاسة بحاجة، لكن تاني يوم الجرح في راسها بيتفتح تاني وبتنصحها الطبيبة إنها ما تحاولش تحك الجرح تاني لأنه ممكن يسيب أثر. ولما بنرجع للغرفة تاني بتكون زميلتها في التمرين قاعدين مستنيينها، لكنها بتسمعهم بيتكلموا عليها وعلى سوجين. ولما بتدخل بيحسوا بالإحراج، فبتسألهم إي يونج بتعملوا إيه هنا؟ هو مش انتوا عندكم تمرين؟ فبيقولوا لها إنهم جايين يشوفوها، لكنها بتنصحهم ما يتكلموش على حد من وراه ويمشوا. لكن قبل ما يمشوا بيكون واضح إن تشو عايزة تقول حاجة لكن بترجع في كلامها، وبتبدأ آثار الحادثة تظهر على إي يونج وبتكون ذاكرتها مشوشة. وبتيجي ذكرى ليها لما كانت بتدور على سوجين ولقيتها واقفة على الحافة بتأدي قفزة صعبة، وساعتها كانت بتنفذها باحتراف والكل بيكون مذهول من براعتها، لكن باين على إي يونج إنها خايفة. وبعد كام يوم بتخرج إي يونج من المستشفى وبتقف قدام الصحافة اللي بيسألوها عن حالها وهل هتقدر تشارك في البطولة، فبتأكد لهم إنها هتبذل كل جهدها عشان تقدر تلحق التدريبات تاني. ولما بتكون خلاص هتركب العربية بيفاجئها صحفي بسؤال عن شعورها وسوجين مفقودة، فبتلف بارتباك ومش بتقدر ترد. وبعد شوية في التمرين بتبدأ إي يونج تدريبها عادي وبتنط، لكنها أول ما بتقرب من المية بترجع لها صورة سوجين والحادثة، فبتحس بالفزع والارتباك والكل بيكون مستغرب من رد فعلها. لكنها بتحاول تاني تكرر النطة بس بتبدأ تسمع أصوات غريبة وبتسترجع تاني مشهد الأمواج والعربية بتقع في البحر، لكن مدربها بينادي عليها وبيقولها إن كفاية تمرين النهاردة. ولما بتنزل وبيسألوها إذا كانت كويسة فمش بتقدر ترد عليهم وبتمشي. وبعد شوية إي يونج بتأجر مسبح عشان تتمرن فيه لوحدها وتكون براحتها، لكن بيكون باين عليه إنه محتاج إصلاحات كتير ونظافة. ومدير أعمالها بيكون معاها وبيقولها إن في إعلانات هتصورها، لكنها بتطلب منه يأجلها لبعد التصفيات، فبيقولها إنه عمل كده فعلا ما عدا إعلان واحد وده لأنه للرعاة الرسميين بتوعها. وبتبدأ أعمال النظافة والتصليح وبيبقى المسبح جاهز للاستخدام، وبتستعد إي يونج للتمرين باستحمام سريع، لكن بمجرد ما بتقفل المية وبتمشي بتسمع صوت المية تاني. ولما بترجع لها بتلاقي المية مفتوحة وبتروح إي يونج عشان تتمرن وبتكون حاطة كاميرا عشان تصورها، وفجأة بتنطفي الإضاءة وبترجع تاني. وبعد كده بتحس إي يونج بحد وراها وبتسمع صوت سوجين لما كانت بتردد خطواتها، ولما بتبص وراها بتحس كأن حد بيقرب منها فبتفقد توازنها وبتقع في المية. وبعد التمرين بتروح البيت وبتكون نايمة وبتحلم بشوية ذكريات مشوشة في وقت الحادثة، وإن سوجين قالت لها إنها كلمت رئيس الاتحاد عشان يسمح لها تشارك في المسابقة، لكن في نفس الوقت بتقول إن طول ما إي يونج موجودة أكيد مش هيختاروها. وبتحس بإيد بتتمد وبتفتح الجرح في راسها، فبتقوم مفزوعة وبتبدأ تتحرك في البيت عشان تتأكد إن مفيش حاجة غريبة ولا في حد معاها. وتاني يوم بتقابل المحققين اللي بيدوها شنطة سوجين وبيقولوا لها إنها كانت تحت الكرسي، وبيبدأوا يسألوها تاني إذا كانت متأكدة إن سوجين مش بتشرب، فبتأكد على كلامه وبتقوله أيوة. لكن المحقق بيقول لها إن كان في تقرير عن قيادتها في حالة سكر من 2 سنين وإن الضحية رضيت تتنازل بمقابل مبلغ كبير، لكنها بتتمسك برأيها وبتلف للمدرب عشان يأيدها. لكن المدرب بيكون عارف إن سوجين بتشرب وبيسأل عن علاقة الموضوع ده بالحادثة، فبيقول المحققين إن التفسير الوحيد المقنع للحادثة إن سوجين تكون سايقة في حالة سكر وإن الموضوع غريب جدا. فبتفتكر إي يونج ذكرى تانية عن سوجين وإزاي كانت دايما بتخسر في المسابقات، وده على الرغم من إنها كانت متفوقة وهي صغيرة. وبنشوف الذكرى القديمة عن أول لقاء بينهم، لكن الأدوار بتكون معكوسة وسوجين هي اللي عرضت على إي يونج إنها تدربها. وبعد شوية بتقرأ إي يونج المقال اللي بيتكلم عن حادثة سوجين، ولما بتواجه المدرب وبتقوله ليه خبأ موضوع شرب سوجين فبيقولها إن مش كل حاجة لازم تتعرف،
لكن إيونج بتكون حاسة إنه مخبي عنها حاجة بالرغم إنه بينكر. فالمدرب بيغير الموضوع وبيسألها عن تمرينها وإذا كانت يعني ماشية كويس بعد ما بقت تتمرن لوحدها، لكنها بتقول إن الدنيا ماشية وإنها بس مرتبكة، وبتقول إنها عايزة تعرف إزاي حصلت الحادثة. لكن المدرب بيقول حاجة غريبة وهو إن سوجين ممكن تكون غيرانة منها. وبنرجع وبنشوف ذكرى تانية وإي يونج بتبلغ سوجين قبل دخولها للقفز بخبر سوء حالة أمها في المستشفى وبتطلب منها إنها تروح لها، وده بيخلي سوجين تفقد تركيزها وتتخبط في الحافة وتنزل مغمى عليها. وبكده بعد ما كانت سوجين في المركز الأول إي يونج أخدت مكانها، ومن بعدها أداء سوجين بدأ يتراجع وكمان بقت تخاف من الغطس، وإي يونج بقت على طول هي الأولى. ولما بترجع إي يونج البيت بتبدأ تفضي محتويات شنطة سوجين وبتلاحظ مذكراتها، وبالليل إي يونج بتلاحظ إن القنديل المرقط مش بيتحرك، فبتاخده وبتروح للمكان اللي سوجين اشترته منه. ولما بتدخل وبتسأل صاحب المحل عن المشكلة بيقول لها ده ميت، وبيعرفها إن قنديل البحر المرقط والعادي ما ينفعش يتحطوا في حوض واحد، وده لأن مخاط القنديل العادي بيضعف المرقط وفي الآخر بيموته. وبعدين بيسألها اشتريته منين، فبتقوله إن صاحبتها هي اللي اشترته من المحل عنده، لكنه بيقول لها إن أكيد في حاجة غلط لأنه أكيد قال لها إن القنديلين ما ينفعش يكونوا في حوض واحد. وبعدها بتبدأ إيونج تهلوس وتسمع صاحب المحل بيقول إن صاحبتها أكيد عملت كده لأنها عايزة تموته، وبيفكرها بكلام سوجين وإنها بتمثل القنديل العادي وهي بتمثل القنديل المرقط. فبتترعب إيونج ولما بترجع لوعيها بتجري من المحل. وبنرجع لذكرياتها تاني وبنشوف سوجين واقفة مع تشوآ اللي بتعرف إن سوجين بتاخد حبوب منشطة، لكن سوجين بتقول لها إنه مجرد مهدئ. وبتبدأ تشوآ تبتز سوجين وتقول لها لو عايزاني أكتم سرك خليني أكون شريكة إي يونج. وكمان بتقول لها تشوآ أنا عارفة إنك بتكرهي إي يونج لأن وجودك معاها بيحسسك بإنك عديمة القيمة، لكن برغم كده هي ساعدتك كتير. لكن سوجين بترد عليها إن كل اللي عملته إي يونج كان لمجرد إحساسها بالذنب، وده عشان اللي عملته وتدميرها لحياتها. المهم إن إي يونج بترجع البيت وبتبدأ تدور في كل حتة بهستيريا، وفي نفس الوقت بتفتكر محادثتها مع سوجين يوم الحادثة وإزاي نصحتها تبطل تاخد الحبوب دي. فبتوقف سوجين العربية بسرعة وبتقول لها ليه يعني انت فاكرة ان الحبوب دي هي اللي حسنت مستوايا؟ وهل ده لانك مش واثقة فيا ولا لانك خايفة اخد مكانك؟ وفي نفس الوقت الحاضر إي يونج بتلاقي شنطة تحت السرير مليانة حبوب وبتبدأ تاخد مذكرات سوجين عشان تقراها. وفي ذكرياتها بتكمل إي يونج لسوجين إنها سمعت كلامها مع تشوآ، لكن سوجين بتقول لها زمان طلب المدرب منها ما تقولش حالة أمها قبل المسابقة، وبتسألها ليه قالت لها في الوقت ده بالذات وهل عملت كده عشان تاخد مكانها. المهم إن بعد شوية بتجري إي يونج على الاسم وبتدخل تقول للمحققة إن سوجين كانت عايزة تقتلها، لكن بتبدأ تهلوس تاني وبتسمع المحققة بتقول لها بطلي كدب بقى انت عارفة عمايلك السودة. وبيتجمع عليها الضباط وفجأة بتفقد الوعي. وفي المستشفى بيتكلم المدرب مع مدير أعمالها وبنعرف إنها راحت الاسم فعلا، لكن وقفت في مكانها من غير كلام وفجأة فقدت الوعي. المهم إنها بتفوق وبتطلع لهم تطلب منهم يروحوها. وفي البيت إي يونج بتكون مشغلة تلفزيون اللي بيعرض أخبار القبض على صاحب محل الأسماك، وده لأنه بيبيع حبوب منشطة. وتاني يوم البيت بيكون متكركب والحبوب منتشرة على الأرض وبتسمع جرس الباب. ولما بتفتح إي يونج بتلاقي المحققين بيقولوا لها إنهم هيقفلوا القضية، فبترد عليه إي يونج وبتقوله كويس. فبيستغرب من رد فعلها وبيحاول المحقق يقول لها إنهم هيكملوا بحث عن سوجين، فبتقطع إي يونج وبتقوله تمام. وبعد شوية بتاخد القنديل وترميه في الحمام وكأنها بتنتقم من سوجين. وتاني يوم بتروح المسبح عشان تتمرن، لكن برضه بتحس بحد وراها وبتفتكر كلام سوجين إنها بتتمنى ولو مرة واحدة إي يونج تحس باللي هي حساه. فبتنط إي يونج من الحافة وهي بتقول لنفسها إنها مختلفة عن سوجين. ولما بتكون في المية بتبص لفوق وبتتخيل سوجين بتضحك بهستيريا زي المجانين. المهم إنها بتحاول ترجع لحياتها وتتدرب أكتر. وبعد شوية في المؤتمر الصحفي بيسألوها إذا كانت سمعت عن الإشاعة اللي بتقول إنها ما قدرتش تغطس من بعد الحادثة، فبتقول لهم إن دي مش إشاعة وإنها قدرت تتغلب على الموضوع بقوة إرادتها. وفي البيت بتقابل واحد من معجبينها في الأسانسير وبيقول لها إنه هيفضل يشجعها، وبعدين بيقول لها لازم تأدي كويس عشان صاحبتك اللي ماتت. وبترجع إي يونج بذاكرتها
نفسها ليوم الحادثة، وبتفتكر كلامها لسوجين بإنها لو كانت مكانها مش هتعتمد على الحبوب دي أبدا. لكن سوجين بتقول لها لو كنت مكاني كنت عملتي زيه وأكتر. إنما في المسبح بتحاول إيونج تصور الإعلان، لكن كل ما تحاول تنط مش بتقدر وبتفتكر الحادثة، والكل بيكون مش فاهم في إيه، فبيضطر المخرج يستخدم بديلة ليها وبتكون تشوقة، وبتأدي تشوقة بشكل رائع والكل بيشيد بيها. وفي مكتب مدير أعمالها بيسألها عن اسم البنت اللي أخدت مكانها وبيطلب منها يكونوا شركاء في الغطس المتزامن، لكن إيونج بتتضايق من كلامه وبتروح تتمرن. ومع كل خطوة ذكرياتها مع سوجين بتلحقها، ولما بتنط بتحس كأن المسبح كان من غير مية. وتاني يوم في التمرين بتكون طالعة السلالم عشان تنط وبرضه بتسمع صوت سوجين، بس بتتفاجئ من تشوقة وبيتدربوا مع بعض. لكن لما بيكونوا في المية بتتخيل ان تشوقة كأنها سوجين، ولما بتطلع بتسمع زميلاتها في الفريق بيمدحوا تشوقة، إنما هي محدش بيعبرها، بل وبيقولوا كمان إن تشوقة أدت أحسن منها. فبتتضايق إيونج وبتسأل تشوقة إذا كانت هي كمان قابلت السباحة المنتحرة، وكأنها بتقول يعني إنها بتاخد منشطات وبتمشي على طول عشان تكمل تمرين. لكن بتتفاجئ بإن المدرب بيقول لها أنت بتعملي إيه هنا؟ فبترد بكل تلقائية وبتقول له إنها بتتمرن، لكنه بيقول لها أنت عارفة الساعة كام؟ وبيكون الوقت اتأخر وكل ده هي مش حاسة. فبيطلب منها تروح معاه المستشفى، لكنها بترفض وبتقول له إنها كويسة. فبيتعصب وبيقول لها أنت مش شايفة تصرفاتك؟ أنت مش كويسة خالص، ولو استمريتي على كده هتدمري نفسك زي ما سوجين عملت. وبيقول لها تجيب حاجتها وتمشي، لكن إيونج كل اللي فارق معاها إنه شبهها بسوجين. وتاني يوم في مكتب مدير أعمالها بيكون جاي لها هدايا كتير من معجبينها، وبيديها طلب التقديم للمسابقة وبيطلب منها تملاه وهو هيقدمه للاتحاد. وبيقول لها إن رئيس الاتحاد هيتغدى معاه النهارده. وفي نفس اللحظة بيدخل رئيس الاتحاد ومعاه حكام المسابقة وبيسلم على إيونج وبيطلب منها تستنى وتتغدى معاهم، لكن مدير أعمالها بيقول إنها عندها تدريب وبتسيبهم ساعتها وبتمشي. وبعد شوية بتكون إيونج راكبة تاكسي وبتشيل اللزق اللي على الجرح وبتبدأ تحكه بشدة وبتعوره تاني، لكن بتبص حواليها وبتحس إن في حاجة غلط في السواق وإنه ماشي في طريق مختلف. فلما بتسأله أنت واخدني على فين؟ بيقول لها هوصلك. فبتحس إيونج بالارتباك وبتقول له ده مش الطريق الصح، وبتبدأ تهلوس من تاني وبتسمع السواق بيقول لها ده الطريق للهاوية. وبعدين بيلف لها وبيسألها مش هتدوري على صاحبتك؟ فبتبدأ تفقد أعصابها وبتطلب منه ينزلها. ولما بتنزل بتتفاجئ إنها عند مكان الحادثة، فبتتفزع وبتبدأ تجري عشان تبعد عن المكان. وبعد شوية في البيت بتكون إيونج نايمة، ولما بتقوم بتتفاجئ إن الحبوب المنشطة على سريرها، فبتترعب وبتبعدها، لكن بتكتشف إن دي هلوسة تانية منها. المهم إن بيجي يوم التصفيات للمسابقة وبيقول المعلق إن المكان زحمة، وده لأن الكل جاي عشان يشوف اللاعبة إيونج فخر كوريا. لكن لما بيكون دورها بتنط بطريقة وحشة وبتخسر نقط كتير، والكل ساعتها بيكون مستغرب من مستواها اللي نزل. ولما بتحاول تاني بيكون باين عليها إنها مش متزنة، وكلام سوجين بيرن في ودنها، وطبعا القفزة بتكون مش أحسن حاجة، ورغم إنها بتكون مش في مستواها لكن برضو بتكون في المركز الأول. وبيكون بعدها تشوقة، وبعد كده بتحاول تخرج من المكان، لكن كل ما تمشي في مكان نظرات الناس بتكون عليها، وبرضو كلام سوجين بيكون في دماغها مش سايبها في حالها. المهم إنها من التوتر والارتباك بتدخل غرفة وبتحاول تطلع الحبوب، لكن مدربها بيدخل فجأة فبتترعب وبتبدأ تقول إن الحبوب دي مش بتاعتها وإنها بتاعت سوجين، وبتبدأ تهاجم المدرب بالكلام. فبيقولها انت قلتي انك مختلفة عنها، ازاي كده تبقي مختلفة؟ فبتحاول تمشي لكنه بيوقفها لانه لسه ما خلصش كلام، لكنها بتنفعل وبتزقه بقوة فبيقع على الارض وبيتخبط في راسه وبينزف، بينما هي بتفقد اعصابها وبتحاول تهرب وتسيبه على الارض. ولما بتخرج بتشوف مدير اعمالها واقف مع تشوقة، وبعدين بيركبوا العربية مع بعض، وبيقول لها ان الناس عاملة فيديوهات مقارنة بينها وبين تشوقة، وبيقولوا ان لجنة التحكيم منحازة ليها، لكنها بتقوله إنها هتقدم أداء أفضل في النهائيات. فبيجادلها، لكن لأن أعصابها بتكون تعبانة فبتفلت منها وبتزعق معاه.
المهم إنه لما بيحاول ينزل من العربية فجأة يونج بتشغلها وبتسوق، ولأنها مش متزنة والجو مش مساعد فبتخبط العربية، ولما بتبص حواليها بيكون مدير أعمالها مصاب في دماغه. وبعد شوية بترجع للمسبح تاني وبتكون تشوآ بتتمرن، لكن إيونج بتجري عليها وبتزقها من فوق، وبعدين بتنط وراها وبتحاول تغرقها، وخلاص بتكون تشوآ فقدت أنفاسها. بتسيبها إيونج وتطلع وبتبصلها وتضحك بطريقة مجنونة، وبعد كده بيتقلب الضحك البكا، وفي لحظة كل ذكرياتها بتبدأ تدخل في بعضها وما بنكونش عارفين إيه الحقيقة من المزيف، وكأن كل اللي عدى ده كان هلوسة. المهم إن إيونج بتبدأ تفتكر الحادثة بشكل واضح، وإن سوجين بعد ما وقفت العربية نزلت منها، وإن إيونج نزلت وراها وابتدت سوجين تترجاها ما تقولش لحد على الحبوب، لكن إيونج نصحتها تبطلها وإنها تساعدها في التدريب. لكن سوجين بتقول لها إنها لو اتدربت أكتر هتموت، وإن من وقت الحادثة اللي حصلت لها وهي صغيرة وهي بتخاف من الغطس، لكن الحبوب دي بتساعدها تهدى. فإيونج بتروح وبتاخد الحبوب من شنطة سوجين وبتحاول ترميهم، وسوجين بتحاول توقفها، وبينتهي الموقف إن سوجين بتقع على رصيف وبتنزف من دماغها. وفي نفس اللحظة بتسأل عن السبب اللي خلاها تقول لها عن مرض أمها قبل المسابقة، لكن إيونج بتقول لها أنا قلتلك عشان ما تندميش بعد كده لو أمك حصل لها حاجة. لكن سوجين كانت شايفة إنها عملت كده عشان تاخد منها المركز الأول، وده لأنها ما سألتش بعد كده عن سبب خوفها من الغطس. وبعد شوية بيكونوا في العربية تاني وبتحاول إيونج توصل بسرعة للمستشفى، لكن سوجين بتقول لها يا ريتنا ما كنا أصحاب من البداية. وفي لحظة بتفقد إيونج السيطرة على العربية وبتقع بيهم من الحافة، وفي المشرحة بيكونوا لقوا جثة سوجين وإيونج رايحة تتعرف عليها، لكن الدكتور بيقول إن الجثة متضررة جدا وصعب التعرف عليها، لكن إيونج بتتجاهل كلامه وبتدخل الغرفة. وبنرجع تاني ليوم الحادثة وسوجين بتقول لإيونج تفك الحزام عشان يقدروا يطلعوا، لكن حزام الأمان عند إيونج بيكون معلق، ورغم إصابة سوجين إلا إنها بتحاول تساعدها، لكن زجاج العربية بيتكسر، ولما بيطلعوا بتحاول إيونج إنها تسحب سوجين، لكن مع إصابة سوجين مش بيقدروا يطلعوا مع بعض، وبتضطر إيونج تتخلص من سوجين وتسيبها تموت. وبنرجع للحاضر، وأول ما إيونج بتشوف سوجين على السرير بتفتكر كل حاجة وبتنهار على الأرض وبتبدأ تبكي بشدة. وبعد كام يوم بتقف إيونج على حافة المسبح وبتتخيل سوجين واقفة جنبها، وبينتهي الفيلم بنهاية مفتوحة بتسيب للمشاهد فرصة للتفكير في تأثير الطموح لما يتحول لهوس، وإزاي ممكن الذنب يدمر الإنسان من الداخل. ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.